اصدق وتفارقت أو سكت نفسك الذوقاء. فيصبح مع الكذبات المتراكمة هذين يصبح القلق سلوك عند الإنسان، فيخرج من دائرة الطمأنينة. وذلك تجد ناس منهم هذول القلقين مثلا تكون جالسين انت وهو تضحكوا ودريته وقد يتنفخ معه يقول انا مكروب. طيب ما هو هذا، ما هوش داري هو ايش فيه، ما هوش داري انه تراكمات القلق هذا يعني مع يستطيعش يعيش لحظة سعادة كذا كاملة، يشكل له هذا القلق. فكما ترون إذن الكذب سبب في زوال الأمان الاجتماعي، والكذب سبب في زوال الطمأنينة النفسية، والكذب سبب في زوال الرخاء الاقتصادي كمان. وهذه نضرب له أمثلة. مثلا كان في قرانا، ربما كثير منكم أدرك المسألة هذه، كان إذا في بقرة تكفيه للبلاد أهل القرية، لأنه الناس صادقين معاكم حقين؟ قالوا أيوة معنا حقين الحمد لله نعم الله خير كثير. واعطوا. معاكم لبن؟ قالوا أيوة معنا لبن الحمد لله. معاكم سمن؟ قالوا أيوة الحمد لله معنا. بل أحيانا إذا جاء واحد يطلب ما باقيش إلا حق أصحاب البيت يقسمون لنا نصين، وربي يقول للنعم تعال. لما أصبحوا الناس يكذبوا معكم حقين؟ قالوا لا، والدبية ملآن يحمض الحقين مع يشربونش أصحاب البيت. معكم لبن؟ قالوا لا، والقعنان ملآن وجزع دم ضبط القعنان وقلبوا الوقع. معاكم سمن؟ قالوا لا، والتنك ملآن وقاع كبار وما توسط السمن فار ورقموا بالسمن. ولا تتبع لا تتبع لا إلى أن أصبحت البقرة مع تكفيش أهل البيت، جزعت البركة. وفي قصة لطيفة كده، قصة لطيفة جدا. مرة كنت في قرية من قرانا هناك أعمل هذه الخطبة حول الكذب، وفي واحد شيبة كذا يسمعه مقعي وكأننا أسكب للقف الكلام، يعني مستغرب الشيبة هذا. ولما خلصت الصلاة ومسكنا على جنب قال لي يا ابني البقرة عادي تكفي عندكم أهل القرية يعني أصحاب البيت؟ قلت له أيوة ليش؟ قال ما احنا عندنا يا ابني أنا لأنه تيجي البقرة راح اشتري للرضيع نيدو. للرضيع؟ قال أيوة للرضيع نيدو اشتري له. قلت له ليش الظاهر الكذب عندكم؟ قال لي ما احناش دارين. قالوا عاد انا اعجبك كذا؟ قلت له هات ايش معك؟ قال معي ابن عادوا ما يتحاكيش وقد يكذب. قلت له اشهد ان لا اله الا الله. كيف هذا الكلام؟ ويقوم يروي القصه هذه انه الابن صغير عادوا كذا يمشي ويتحكول كسر قلاص هو يشوفه. بنجلس شويه لما نجا اخوته قال لهم منو كسر القلاص؟ والابن هذا اللي يتحكي يقول زعم اخوه. طيب كارثه هذه. قلت له طيب هذا رضع الكذب رضاعه ولا كيف يعني؟ عادوا ما يتحاكيش وقد هو يكذب. قال لي والله هذا هو الخبر الآن، هذا هو الخبر. طيب كارثة هذه. قلت لهم تخيلوا ابن عادوا ما يتحاكيش وقد هو يكذب، يعني يدخل المدرسة وقد هو كذاب محترف، لأنه ما يكذب وعادوا ما يتحاكيش، يعني شو يدخل المدرسة وهو كذاب محترف، وش يخرج من المدرسة وهو غشاش محترف، لأنه الغش كذب أيضا. وقالوا شو ينقذوا بلاد؟ مستحيل، كذابين غشاشين لا يمكن ينقذوا بلاد، هذون يلا لهم حنيكين ينقذوا انفسهم. فتشوفوا الكذب خطورة يعني نحن لا نستهين به، وهذا ديننا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كذا، والله يقول لنا كذا، يقول لنا دينكم الصدق، دينكم الصدق. والمسائل كثيرة يعني في بيان انه كيف يزيل النعم، لكن نكتفي بهذا المثال. ولذلك